مساء الذوق العالي واهلا بيكي في كعب عالي، برنامج اتعمل لكل ست اهتمت بالموضه وحبت تشوفها بعيون خبرائها. رمضان ده موسم صغير قوي، فيحاولوا ما يعملوش كميه كبيره ويحاولوا يعملوا بالبيس مش متكرره. بس في طبعا سيلبرتيز بيفرضوا رايهم. انا عايزه البراندز دي تبان، انا عايزه ابقى اظهر الصوره للجمهور انه انا من طبقه معينه او ان انا بجيب البراندز دي. الاكسسوارز طبعا بيبقى ليها دور كبير جدا جدا في رمضان، لان احنا في اكسسوارز اصلا جو رمضاني. لكن مصمم الملابس او الكاستيوم ديزاين بيكون ريليتد اكتر بالاعمال الفنيه، سواء مسلسلات، افلام، مسرحيات. ده بيبقى شغله مختلف شويه عن الفاشن، لانه يعني بيقرا السيناريو، بيتكلم مع المخرج، بيتكلم مع الاضاءه. نتمنى ان كل بنت تبقى عملت الشوبينج ليست بتاعتها خلاص في رمضان. وزي ما عرفنا من وجدان ان السنه دي رمضان مختلف جدا في افكاره ومايل اكتر للسمبلسيتي، مش البهرجه بتاعه كل سنه. والاهم كمان ان احنا قبل ما نلبس نوع الكفتان ونبقى عارفين هنلبس ايه، نبقى عارفين احنا رايحين بيه فين علشان نقدر نختار الكفتان اللي يناسب لينا. واشوفكم في حلقات تانية جديده، ولو شايفه الموضه حلو تعالي شوفي الحقيقه هنا في كعب عالي مع ندى فاروق.